أرسنال دلوقتي عندهم حاجة ممكن تغير شكل خط وسطه بالكامل. ده جيماريش وده ديكلان رايس، الاتنين مش مجرد لعيبة كبار في نفس الفريق، الاتنين تقريبا بيغطوا كل حاجة ممكن تطلبها من خط الوسط. هتضغط عليهم عندهم حلول، هتلعب ماتش بدني هما جاهزين، هتقفل عليهم المساحات يقدروا يغيروا اتجاه اللعب ومش هتعرف تعدي منهم في وسط الملعب. هنا بقى موضوع ممكن يبقى مزعج جدا لاي فريق هيقابل ارسنال، لان ارتيتا مش بس جمع اتنين من احسن لعيبه خط الوسط في البريمير ليج، هو جمع لعيبه قوتهم اصلا بتكمل بعض، وده بالظبط يخلي ثنائيه رايس وبرونو تعجبك. لان في الكره الحديثه لاعب الوسط ما ينفعش يبقى ممتاز في حاجه واحده وبس، مش كفايه انك تقدر تقطع الكوره، ومش اول ما تستلم الكوره تحتاس وما تعرفش تعمل بيها ايه، مش كفايه انك بتعرف تباصي صح، ولا انك تختفي لما الماتش يقلب بدني. احسن لاعب خط وسط دلوقتي لازم يعمل اكتر من حاجه، يكسر الضغط، يكسب التحامات، بيتحكم في رتم اللعب، يطلع بالكره لقدام، بيزيد في منطقه الجزاء. وده بالظبط اللي ارسنال بيحاول يعمله لما جاب جيماريش. الاغرب ان النادي دفع اكتر من 100 مليون جنيه استرليني عشان يجيب رايس، وبعدها دفع حوالي 75 مليون عشان يجيب برونو. يعني احنا بنتكلم في حوالي 175 مليون جنيه استرليني في اتنين لعيبه خط وسط. لكن لما تبص على الاتنين مع بعض تبدا تفهم ليه ارسنال مستعد يدفع الرقم ده، لان دول مش اتنين لعيبه بيعملوا نفس الحاجه، انت بتجمع بين اتنين لعيبه كل واحد عنده حاجه بتساعد التاني، والاتنين عندهم حاجه مشتركه مهمه جدا، الاتنين قادة في الفريق، والاتنين من اهم لعيبه انديتهم. رايس وصل للنقطه دي مع وست هام، وبرونو وصل لها مع نيوكاسل. رايس اصلا خرج من اكاديميه تشيلسي، وبعد ما النادي استغنى عنه وهو لسه صغير كمل طريقه مع وست هام، ومع الوقت ما بقاش مجرد لاعب في الفريق، وبقى واحد من اهم لعيبه النادي. وفي 2023 ساعد وست هام بالفوز بالدوري الاوروبي بعد ما وصلوا ل 43 سنه من غير ولا بطوله اوروبيه. وكان رايس وقتها تقريبا قلب الفريق، بيغطي مساحات ضخمه وبيكسب الكوره ويطلع بيها لقدام ويحدد المستوى اللي باقي الفريق لازم يوصله. لكن في نفس الوقت رايس نفسه كان عارف انه لسه قدامه كتير يعمله وقدامه اكتر يتعلمه. هو قال وقتها رغم اهميته كان لسه عنده كتير لازم يتعلمه في خط الوسط الدفاعي، وكان بيحاول يتابع افضل لاعبي العالم ويتعلم منه. وبعدها وصلت مسيرته مع وست هام لنقطه لازم عندها ياخد خطوه اكبر، لانه رغم الفوز الاوروبي وست هام انهى اخر موسم لرايس كان موجود فيه في المركز ال14، ولو هدفه انه يلعب في دوري الابطال بشكل منتظم وينافس على الدوري كان لازم يطلع لمستوى تاني، وده اللي حصل، راح ارسنال. لكن قصه برونو مع نيوكاسل كانت شبهها بشكل كبير، هو وصل نيوكاسل من نادي ليون في 2022 في بداية مرحلة جديدة تماما مع نيوكاسل، وبسرعة جدا بقى من أهم لاعيبة نادي نيوكاسل، والجمهور حبه مش بس بسبب مستواه الفني لكن كمان بسبب شخصيته وقوته البدنيه في الملعب. ومع الوقت بقى كابتن وبقى لاعب اساسي في كل حاجه تقريبا لنيوكاسل، موجود في بنى اللعب وبيطلع الكوره وبيخلق فرص وبيكسب التحامات وبيتعامل مع الضغط. يعني باختصار كان مطلوب منه يعمل حاجات كتيره جدا في نفس الماتش، وتاثيره كان واضح جدا لما تبص على نتائج نيوكاسل بوجوده وغيابه. الفرق كان كبير لدرجه ان تاثير برونو بقى من الحاجات اللي صعب تتجاهلها، وخصوصا لما نيوكاسل بدا يخسر عدد من اهم لعيبه، إيزاك مشي وجوردن مشي وتونالي مشي، وبرو نفسه بقى شايف لعيبه مهمين جدا حواليه كل شويه واحد منهم يمشي، وطبيعي جدا ده يخليك تفكر في الخطوه اللي بعدها، وخصوصا انك فعلا وصلت لاقصى حاجه ممكنه في مكانك، هتبدا تسال نفسك ايه اللي بعد كده. وده تقريبا اللي حصل مع الاثنين. رايس كان حقق بطوله مع وست هام، وبرونو حقق بطوله مع نيوكاسل، الاثنين كباتن الفريق، الاتنين كانوا مؤثرين جدا، الاتنين كانوا محتاجين خطوة جديدة عشان ينافسوا على حاجات أكبر. لكن هنا أرسنال قدم لبرونو حاجة مختلفة تماما عن اللي كان عايشها في نيوكاسل، لأن في نيوكاسل كل حاجة تقريبا ملزمة من خط الوسط كانت عليه، لكن في أرسنال مش لازم يشيل كل ده لوحده. وهنا تظهر واحدة من أهم النقط في الصفقة. لكن لما أرسنال جاب رايس 2023 كان محتاج لاعب يغير شكل وسط الملعب بدنيا، لاعب يقدر يغطي مساحات ضخمة، يحمي الدفاع، يسيطر على التحولات، يطلع بالكرة لقدام. رايس كان جزء أساسي من بنى اللعب في الفريق، أما برونو فهو أقرب لقطعة إضافية بتكمل الصورة. أرسنال بقى أمر واقع، بقى من أقوى الفرق في أوروبا، ودلوقتي بيضيف لاعب وسط يقدر يساعده يسيطر على الماتش، وخصوصا لما الخصم يرجع لورا ويقفل المساحات. وده بالظبط اللي ارتيتا كان بيدور عليه. هو نفسه اكد ان برونو اول ما جه عمل فرق فعلا، وان النوعيه دي من اللاعبين هي اللي محتاجها ارسنال لو عايز ينقل نفسه لمستوى اعلى. وبرونو عنده تحديدا حاجه مهمه جدا لارسنال، بيعرف يستلم الكره تحت ضغط، وده مش مجرد صفه حلوه على الورق، دي بقت ضروره لاي لاعب وسط بيلعب في فريق كبير، لان اغلب الفرق دلوقتي بتحاول تبدا اللعب من ورا، وفي نفس الوقت اغلب المنافسين بيحاولوا يضغطوا من قدام. فاللاعب الوسط لازم يبقى قادر يستلم الكرة والضغط حواليه من غير ما يقع، لازم يبقى قادر يتعامل مع الضغط، وبرونو من احسن لعيبة الدوري في النقطة دي
وبالإحصائيات أرسنال ما صرفش حوالي 175 مليون جنيه استرليني على 2 لعيبة بيعملوا نفس الحاجة. هو جاب لعيبة مجربين الدوري الإنجليزي، الاتنين في أحسن وقت في مسيرته، الاتنين عندهم خبرة كبيرة إن كل واحد فيهم بيكمل الجزء اللي التاني ممكن يكون محتاجه. رايس عنده القوة البدنية والسرعة وإنه يقدر يغطي المساحات الكبيرة، وبرونو عنده القدرة الفنية للتعامل مع الضغط والسيطرة على الكورة في المساحات الضيقة. رايس مثلا يقدر يكسر الضغط أحيانا بمجرد إنه ياخد الكورة ويجري، ويقدر يمشي بالكورة لمسافات كبيرة من غير ما تتقطع، وفي نفس الوقت عنده قراية كويسة للملعب، ممكن يقطع باص قبل ما الهجمة تبدأ، يدخل قدام المهاجم في اللحظة المناسبة، أو يقف في المكان اللي يمنع الهجمة قبل ما تبقى خطيرة. وعشان كده لما أرسنال بيفقد الكورة، رايس من آخر اللاعبين اللي أي فريق يحب يشوفهم بيجروا وراه. وفي الموسم اللي فات كان متوسط استعادته للكورة حوالي 5.2 مرة لكل 90 دقيقة في الدوري الإنجليزي، وده بيساعد أرسنال إنه يلعب بشكل هجومي أكتر من غير ما يبقى قلقان طول الوقت من المساحات اللي وراه. لكن رايس نفسه اتطور جدا لأنه ما بقاش مجرد لاعب 6 عادي، وخصوصا بعد وصول زوباميندي لما بدأ رايس يتحرك بشكل أكبر لقدام. وده منطقي لأن واحدة من أهم نقط قوته هي الاحتفاظ بالكورة، ويقدر يجري بيها مسافة من 30 ل 40 ياردة تقريبا من غير ما تتقطع منه. وأحيانا إن أنت تكسر الضغط مش محتاج تمرينة مثالية أصلا، ممكن ببساطة تكسرها برجليك، وده واحدة من أهم الأسلحة اللي رايس بيديها للأرسنال، لأنه لما بيجري صعب جدا توقف. والتطور بتاعه على فكرة موقفش لهنا، هو كمان بقى خطر أكتر حوالين منطقة الجزاء. الكور الثابتة بقت سلاح مهم للأرسنال، والركنيات اللي بيقدمها بتخلق فرص دايما، وكمان بقى يظهر بشكل أكتر في التهديف. شفنا بيسجل أهداف من مسافات بعيدة، ويدخل متأخر حوالين منطقة الجزاء، ويسجل أهداف مهمة في أوقات الفريق كان محتاج فيها لاعب يحسم. فلو بصيت لرايس دلوقتي صعب تحطه في خانة لاعب الوسط الدفاع، لأنه ببساطة حتى لو بيزيد هو بنفس قوته في الدفاع، وبيوفر لأرسنال أمان بدني بيخلي باقي الفريق يلعب بشكل أكتر جراءة. وهنا بقى يظهر برونو، لأن لو رايس عنده القدرة إنه يكسر الضغط بالقوة والسرعة، برونو بيكسره بطريقة مختلفة بالتكتيك. لأن برونو مش من النوع اللي تحسه مرتاح في وسط الزحمة، يديله الكرة وفي لاعب لازق في ظهره هتلاقيه مش بيتوتر، هيستخدم جسمه وهيحمي الكرة وهيعمل حركة صغيرة يلف بعيد عن الضغط، وفجأة هتلاقيه متحرك لقدام. وده مهم جدا لأرسنال، لأن فرق كتير حاولت تعطل بناء اللعب لأرسنال بالضغط العالي وتخلي لعيبة النص تستلم في مواقف صعبة، وساعتها هنا برونو بيقدم حل مختلف. لا مش بس قادر يستلم الكرة تحت الضغط، ده أصلا بيحب يستلم الكرة في المواقف دي، لأنه قدرته على الخروج من الضغط مش هي أكتر حاجة بتفرقه عن باقي اللعيبة. اللي بيميزه فعلا هو اللي بيعمله بعد كده، بدل ما يستلم ويدي الكرة اللي جنبه خلاص، هتلاقيه بيحاول يكسر خطوط الخصم. وفي آخر موسم ليه متوسط تمريراته اللي بتكسر الخطوط كانت بمعدل 8.6 تمريرة لكل 90 دقيقة، أكتر من ديكلان رايس وأكتر من زوباميندي، وقريب جدا من أوديجارد. يعني وجوده مش مجرد أمان وقت الضغط، هو كمان وسيلة إن الأرسنال يطلع من الضغط ويحولها لهجمة. وبرونو عنده ميزة تانية بتكمل الصورة دي، هو مش لاعب بيقعد قدام قلب الدفاع طول الماتش، لا تلاقيه بيتقدم. وآخر موسم ليه كان مع نيوكاسل سجل 9 أهداف وصنع 5. بس الصورة مش هتبقى كاملة من غير ما نعرف هو بيعمل ايه من غير الكورة. برونو شكله ممكن يخليك تتوقع انه لاعب فني اكتر من كونه بدني، بس الحقيقة انه بيحب الالتحامات، كان بيكسب اكتر من 6 التحامات كل ماتش بمعدل 1.6 تدخل ناجح، وعلى ارض كان بيكسب تقريبا 70% من اي التحام. يعني هنا احنا مش بنتكلم عن لاعب بيعمل شغل هجومه بس، انت عندك لاعب يقدر يستلم تحت الضغط ويهرب منه ويكسر خطوط الخصم بباص ويوصل التلت الاخير ويسجل، ولما الفريق يخسر الكوره يقدر يدخل في التحام ويرجعها تاني. برونو نفسه وصف طريقته بشكل بسيط، قال انه بيلعب زي المحارب، ما بيستسلمش ودايما بيحاول يساعد الفريق، والارقام فعلا تخلينا نصدقه. في مقارنه مع لعيبه الارتكاز اللي في الفرق الكبيره، كان بيعمل تدخلات اكتر لكل 90 دقيقه من اي لاعب تاني تقريبا، وفي استرجاع الكوره كان قريب من الكل وما بيتفوقش عليه غير ومحدش بيتفوق عليه بشكل واضح غير ديكلان رايس. طبعا بنتكلم كل ده على الدوري الانجليزي بس، مش على الدوريات التانية. ومن هنا تبدأ النقطة الأهم في الصفقة كلها، مش برونو لوحده لكن برونو ورايس. رايس مش ملزم يلعب كل دقيقة، وزوباميندي مش لازم يتحمل نفس الحمل كل موسم، وأوديجارد يقدر الفريق يدير دقايقه بشكل أحسن. ولو حصلت إصابة أرتيتا مش هيضطر فجأة يعيد بناء اللعب من الصفر. قوة الصفقة مش في ان برونو جماريش لاعب عنده مهارات كتيرة وخلاص، والقوة الحقيقية ان مهاراته دي بتفتح لأرسنال اكتر من شكل، زي ما لسه قايلين يقدر يستلم تحت الضغط ويكسر خطوط ويتقدم ويسجل. ومع رايس
رايس يقدر يركز اكتر على انطلاقاته وانه يغطي المساحات، وان برونو يضيف تحكم اكتر وقدرته على التعامل مع الضغط والتمرير اللي قدام. في النهاية السؤال مش مين هياخد مكان مين، السؤال الاهم هو كام شكل مختلف ارسنال بقى يقدر يلعب بيه في نص الملعب. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.